في ناس معينة تقولك ما تعرفش تقولي كام قصة اتفرج عليها، لكن بشرط القصة تكون قصيرة مش طويلة، يعني قصة وان شوت على طول كده، ما تطولش ولا فيها فيلر ولا ممتدة على الفاضي. انا بقى جايب لكم كام قصة رعب قصيرة هتعجبكم، ومن كتر ما هي قصيرة في منها اللي صفحتين بس، والقصة بتكون رعب وغموض بطريقة غريبة تحس اللي هي ملهاش تفسير. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان الفيديو يوصل لغيرك. وكفاية رغي لغاية هنا، ويلا نبدأ. ندخل في القصة الأولى اللي بيكون بعنوان الوجه الثابت، واللي بيبدأ ببنت كانت عند الدكتور وبتخاف جدا من شكل الكرسي اللي المفروض هتقعد عليه، وبتكون خايفة من شكل الحديد اللي متوجه ناحية الدماغ. لكن الدكتور بيحاول يطمنها وبيقول لها اللي انتي مش أول واحدة تستخدميه، وبيقول لها ان الحديدة دي وظيفتها بتثبت الدماغ، وبيبدأ يشرح ليها الجهاز وهو بيركبه، وبيحط الحتة المعدنية في ودانها، وده علشان دماغها تكون ثابتة. والبنت بتكون مرعوبة ومش مطمنة للي بيحصل، والدكتور بيقول لها اللي هو نسي حاجة ونازل يجيبها، لكن المشكلة اللي هو بيقع من على السلم وبيتصاب إصابات خطيرة. حرفيا الدكتور بيكون عاوز دكتور، فطبعا بياخدوه في المستشفى وبينسوا البنت، وبتفضل مستنية بالساعات ومفيش حد راضي يجي، وبتستنتج ان مفيش حد في المستشفى كلها. المشكلة الجهاز اللي بيثبت دماغها بيفضل يضغط عليها اكتر واكتر، ما بتكونش قادرة تستحمل الوجع، وبتتوتر وبتقول اللي هي هتفضل هنا للأبد. وبتحاول تهدئ نفسها وبتقول اللي هي لازم تفكر بهدوء في موقف زي ده، لكن بتتوجع من الجهاز اللي بتحس اللي هو هيفرقع دماغها من الضغط عليها، وبتفضل تصرخ وبتقول اللي هي مش هتقدر تستحمل اكتر من كده. وبيجي نص الليل وبيجي لها نوم، وبتكون لسه بنفس الوضع، وبتقرر تغير وضع جسمها علشان بتكون تعبت، وبتحاول تشقلب نفسها وهي بتحاول تحرر نفسها، لكن الجهاز بيكون ضاغط على ودانها ومش راضي يسيبها. وبتمر السنين وما بنعرفش ايه اللي حصل معاها، وكانت نفس البنت قاعدة بتحكي لصديق جديد ليها اللي حصل معاها، وبتقول له فضلت متعلقة كده لغاية ما جه الصبح، وبعد كده جم الأطباء وعرفوا يحرروني. حرفيا بيستغرب جدا من الحكاية المثيرة دي، وبيكون عاوز يشوف شكل ودانها، لكن هي بتتعصب وما بترضاش توريله شكل ودانها، تحس ان ودانها شكلها فظيع مش عاوزة توريها لحد. وبتخلص قصتنا، وزي ما انا قلت لكم تحس ان القصة لسه ما انتهتش، بتخلص في وقت غير مناسب. تفضل تسأل نفسك 100 سؤال، يعني الآلة عملت ايه في ودانها، وليه خايفة كل الخوف ده اللي هي ما توريش شكل ودانها لحد. ندخل بقى في القصة القصيرة التانية اللي بتكون اغرب من اللي فات، واللي بتبدأ باتنين بيحبوا بعض وكانوا مخطوبين يعني على وشك الجواز، لكن البنت بتتعب مرض غريب وبتبقى رايحة تموت، وبيكون زعلان عليها جدا، وبتقوله ان ارواحنا هتتقابل تاني، وبالفعل بتموت وبتسيبه، وهو بينهار وبيزعل عليها جدا، وبالفعل بتدفن وبيروح المقابر بتاعتها، وبيفكر في كلامها اللي هو بالفعل يمكن يقابل روحها تاني، وبيفضل يدور في الشارع على روح متشابهة ليها، تحس اللي هو بيدور عليها وهي عايشة، لدرجة اللي هو بيدور في الأطفال اللي لسه مولودين عشان يمكن روح فيهم تكون روحها متشابهة ليها. المشكلة اللي هو بدأ يحس بوجودها كأنها بالفعل لسه عايشة وما ماتتش. المشكلة اللي بيجي تاني يوم وبيحس اللي هي موجودة وبتتحرك بسرعة كبيرة، تحس اللي هي طايرة أو حاجة زي كده، وبيفضل يتتبع شعور وجودها لغاية ما بيلاقي نيزك، وبيعرف ان النيزك ده مربوط بحبيبته، وطبعا النيزك بيخبط في الارض وبيعمل انفجار وبينتج حفرة كبيرة مكان النيزك، وطبعا رجال الشرطة بتروح علشان تشوف النيزك، وبيتأكد ان البنت اللي كانت في النيزك دي حبيبته، واللي بيخليه متأكد من الموضوع اللي هو بيلاقي خاتم الخطوبة اللي هو اداهولها، يعني بيكون واثق ان دي حبيبته، لكن لسبب مجهول كانت في النيزك وكانت على قيد الحياة، لكن لما النيزك نزل الارض ماتت، وطبعا ما
ما بيرضاش يقول لحد ان دي حبيبته اللي ماتت منذ ايام، وده علشان مفيش حد هيصدقه ويفتكروه مجنون. وبتخلص القصة التانية اللي بتكون برضو غريبة ونهايتها أغرب، وزي ما أنا قلت لكم كده اللي القصة بتخلص وبتفضل تسأل نفسك 100 سؤال، وده اللي بيتميز بيه المؤلف جونجي إيتو، بيسيبك تايه كده وبتفكر وما بتلاقيش أي تفسير. ندخل بقى في القصة التالتة اللي بتكون أرعبهم إلى حد ما، واللي بتبدأ بأب بيكون عايش في بيت مع زوجته وبنته، وبيكون قلقان وخايف ومتوتر، وبيبص على حاجة وهو مرعوب اللي هي بتحصل، وبيطلع اللي هو باصص على بنته الوحيدة، وبنعرف اللي فيه لعنة بتصيب 30% من الأطفال. وعشان أفهمكم اللعنة دي، طبعا كلنا عارفين بنوكيو الدمية الخشب، هي بقى اللعنة دي بتحول الأطفال لدمية خشب، لكن بتحولهم تدريجيا وببطء شديد، وفي عملية التحويل دي الأطفال بتتألم جدا، والأب طبعا بيعرف اللي بنته اتصابت باللعنة دي وبتكون في بداية تحولها لدمية خشب، وعشان كده كان قلقان وخايف جدا. والبنت بتستغرب وبتقوله انت ليه باصص لي كده، لكن بيبص على جسمها ووشها وبيعرف اللي هم بدأوا يتحولوا الخشب، لكن بيحاول يطمنها وبيقول لها ان مفيش حاجة. والام لما بتعرف بتزعل جدا، وده علشان بنتها الوحيدة يمكن تموت وتسيبها، والبنت طبعا ما بتكونش فاهمة اي حاجة، وطبعا بيزعلوا عليها وبيحاولوا يلاقوا حل للموضوع ده. فالاب بيقول لها ان البنت وهي بتتحول لدمية خشب بتتألم وبتتعذب، وفي اطفال كتيرة اتصابوا بنفس اللعنة دي، والحل الوحيد اللي احنا نولع فيها علشان نرحمها من العذاب اللي هي فيه، لكن ما بيقدروش يستغنوا عنها وما بيرضوش يولعوا فيها. وبتمر الايام وبتبدأ تتحول لدمية خشب بشكل كامل، تحس ان جلدها بيتكسر وبتتألم اكتر، وبيلاحظوا ان البنت بدأت يكون شكلها غريب ومرعب، وفي النهاية بتتحول للشكل النهائي. يعني كده اكتملت اللعنة فيها وهتعيش بالشكل المرعب ده على طول، وما بنعرفش ايه اللي حصل ليها ولا هم عملوا ايه معاها. وبتخلص القصة التالتة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، واهم حاجة تصلي على النبي. ولو عجبك قصص الرعب القصيرة ما تنساش تقولي في التعليقات عشان يمكن انزل جزء تاني ليها. ويلا سلام.